ضيفنا النهارده محمد بيبس الشهير بعبس. احكي لنا عربيتك متعدل فيها ايه؟ حضرتك العربية دي ستيج 2.5. جديده 2.5 دي تقصد 2 بلس؟ لا 2.5. يعني عامل فيها ايه؟ العربية عليها ووتر ميثانول وفرق كاوتش جديدة وسبويلر. طلعت على الداينو يا محمد؟ طلعت على الداينو ومطلعها 250 ويل. هايل، يعني احنا المفروض نشوف تسارع احسن من ال 2000 الستوك. خلينا بقى نشوف ال 50 حصان الزياده دول هيفرقوا ولا مش هيفرقوا؟ يا باشا بقول لك 250 حصان ويل، يعني الزيادة 60 و70 حصان، يعني مفيش مقارنة يا باشا. بيني وبينك دراجي. مش قلت لك التيون ده اي كلام، تقريبا نفس تسارع العربيه الستوك. يا باشا العربية دي امامي، يعني كل ما العزم بيزيد كل ما هتقعد تفرق. تعال نجرب بعدين نطلع ونشوف. ماليش فيه. بعدين ما فيهاش لانش كنترول. ماليش دعوه. ايوه، يعني ايه اهمية الانطلاق من الثبات؟ مفيش عربيتين يعني بيجوا جنب بعض من الثبات ويطلعوا. انت بس زعلان على التيون اللي ضحكوا عليك فيه. مجربها يعني في الجو الحر اللي احنا فيه ده. العربيات التربو مش بتاثر بحراره الجو. ازاي كده؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ عاوز تتكلم اتكلم مع دراجي. صور يا باشا. اللي فات ده هزار طبعا، لكن بيصعب عليا جدا لما تلاقي واحد بيحاول يختزل اداء عربيته او التعديل اللي هو عامله في رقم تسارع واحد بس، بالذات لو الرقم ده من الثبات، ويروح زعلان على عربيته علشان ما جابتش نفس الارقام بتاعه اخواتها التانيين، او ان هو لو معدلها جابت نفس ارقام الستوك او اوحش. وتلاقي الجماهير بقى عاملين حفله والتيون ده طلع اي كلام والعربيه دي اضعف اصلا من الستوك. التيون ده بيبوظ العربيات. النهارده هحكي لك على اسباب كتير بتفرق في التسارع، وان رقم الصفر ل100 ده لوحده مش مؤشر لاداء العربيه. انا محمد شفيق، يلا بينا. لو ما شفتش حلقه الهورس باور والداينو تشارتس روح اتفرج عليها، فيها كلام مهم. في اخر الحلقه دي ضربت لك مثال ب8 مواتير كل موتور فيهم 200 حصان. الرقم واحد اهو، كلهم 200 حصان، لكن مفيش موتور فيهم شبه التاني، ولا طريقه سواقته ولا الخصائص بتاعته في السواقه شبه التاني. وبالتالي نفس الكلام في التسارع. رقم ال 200 حصان ده او رقم الصفر ل100 في 7 ثواني مش مؤشر كافي، او ما يدلكش على اداء العربيه ده شكله عامل ازاي. اختراع الصفر ل100 ده بدا من مصنعين العربيات من قديم الازل علشان ينافسوا، علشان مجرد الدعايه للعربيات بتاعتهم، وان الشركه الفلانيه دي بتنزل عربيه اسرع من الشركه الفلانيه دي، وان انا لما نزلت موديل جديد الموديل الجديد بقى اسرع من القديم. القديم كان بيجيب من 0 ل100 في كذا، الجديد بقى بيجيب في كذا. والموضوع قلب تنافس لدرجه ان بعض العربيات مثلا كانت تغير الجير ريشيوز بتاعتها، ان التاني مثلا يخلص بعد ال100 على طول 105 مثلا، بحيث ان هو يوفر وقت النقله من التاني للتالت، فما يضيعش او ما يبوظش الرقم بتاع التسارع من 0 ل100. ومع التربوهات بقى واللوج كنترول والتراكشن كنترول سيستمز والحاجات دي، بقى عندهم مسائل كتير جدا ينافسوا بيها في الكلام ده، لدرجه ان حتى الارقام دي ما بقتش بتعبر عن حقيقه تسارع العربيه. يعني يجي يقول لك رقم الصفر ل 60 ميل في الساعه اللي هو 96 كيلومتر في الساعه، الرقم ده مثلا في ثانيتين وشويه. تعال تسارع رقم من 5 ميل في الساعه ل 60 ميل في الساعه، من 8 كيلو في الساعه ل 96 كيلو في الساعه. تتوقع انهي رقم هيبقى اكبر؟ الصفر ل 60 ميل ولا الخمسة ل 60 ميل؟ طبعا انت متوقع ان رقم ال5 ل 60 ميل يبقى اقل، لان انت وفرت من 0 ل5. بالعكس، ممكن الرقم ده يبقى ضعف الرقم ده، وهوري لك الكلام ده جوه. فرقم الصفر ل100 ده ابتدعوه علشان اغراض التسويق والبيزنس، ونعرف ننافس، انا مصنع وانت مصنع، عربيه وعربيه. وطبعا مجلات العربيات زمان ودلوقتي فيديوهات اليوتيوب، لما يجي يختبر عربيه يجرب التسارع. الام 5 الجديده دي اسرع من القديمه ولا لا؟ نفس التسارع. انتوا بتعملوا ايه يا بي ام؟ لكن تعال فكر في فايده الانطلاق من الثبات في الحياه العمليه. ملوش اي لازمه الا لو انت داخل سباق اوتو كروس او عندك تراك بتروح عليه تعمل دراج ريسنج. اخر مره عملت فيها لونج كنترول كان امتى؟ قيمته فقط ترفيهيه من اجل التسليه، وعلشان نقعد نتفرج على ارقام ونقارن ونحسب ونشجع العربيات دي ونشجع العربيات دي ونقول ايه ده، ازاي دي تطلع من دي؟ زي مين؟ زي كار واو واوفيشالي جاست. تعال قبل ما نبدا نتفق ان انت محتاج حاجتين علشان تطلع تسارع كويس من عربيتك. رقم واحد، محتاج العربيه دي تبقى فيها باور كويسه، ونمره 2 محتاج العربيه دي التماسك بتاعها في الارض يبقى عالي جدا، اللي بيسموه بقى التراكشن او بيسموه الجريب بتاع الكاوتش مع الارض. واحد من الاثنين دول من غير التاني مش هينفع. عربيه الباور بتاعتها ضعيفه مش هتتسارع كويس، عربيه الباور بتاعتها مخليه الكاوتش بيلف حوالين نفسه زي ما بنسميه بيفرك، هتفضل واقفه مكانها ومش هتروح في اي حته. وهنيجي للدراج ريسنج في الحلقه الجايه باذن الله ونبص عليهم. الناس دي معاها مواتير بتطلع 1000 حصان 2000 حصان 3 4 5 زي ما انت عايز. كل المشكله والصراع اليومي بتاعه في الدراج ريسنج هو ان هو احط الباور امتى وفين.
لو حط ال1000 حصان كلها في الطلعه ممكن العجل يلف حوالين نفسه والعربيه ما تتحركش من مكانها، يبقى كده ضيع الران بتاعته. فمحتاج يدخله جامد، العربيه تنطلق من الثبات بسرعه جدا، بس في نفس الوقت الكاوتش ما يلفش حوالين نفسه. ودي حاجه متغيره ما بين تراك والتاني، ما بين الصبح وبالليل، ما بين الشتاء والصيف، ما بين ان هو يلعب في اعدادات العربيه بتاعته في السسبنشن او يلعب في اي حاجه. اي تغيير بيعمله بيبوظ له كل الداتا اللي جمعها ويرجع يبتدي من اول وجديد، احط باور فين وامتى. كريستن فون كونيغزيج له مقوله شهيره، ده الراجل بتاع العربيات الكونيغزيج اللي كلنا عارفينها، بيقول لك ان العجل طول ما هو ما بيفركش حوالين نفسه لغايه التوب سبيد فانا لسه عندي مساحه ان انا احط باور. فهو بالنسبه له امتى ما ينفعش ازود باور؟ لما الكاوتش يبقى بيفرك لغايه التوب سبيد ال 200 300 400 كيلو في الساعه، الكاوتش تقدر تخليه يفرك عندها. وتعالى كده افرجك على كام فيديو دراج ريسنج. الناس دي في العادي بتتسابق على التراك، التراك بيبقى معمول له حاجه اسمها بريباريشن او بريب زي ما بيقولوا، السطح ده بيبقى لازق حرفيا. الفيديوهات اللي هوريها لك دي وهم بيتسابقوا على حاجه اسمها نون بريب سيرفيس، ان هم بيتسابقوا على سطح مش مجهز باللزق اللي انت شفته ده، وهم مقللين الباور بتاعهم كمان. واتفرج على الكوارث اللي بتحصل. يبقى زي ما بيقولوا في اعلان بيريلي كده power is nothing without control، الطاقه دي ملهاش لازمه من غير ما تعرف تسيطر عليها. تعالى بقى نتكلم ونشوف ايه الحاجات اللي بتاثر على التسارع بتاع العربيه. اول حاجه هنبدا بيها المؤثرات الخارجيه اللي بره العربيه بتاعتي. نمره واحد سطح الطريق، مش كل انواع الاسفلت زي بعضها، في انواع التماسك بتاعها احسن من الباقي، وانت اكيد جربت الكلام ده لما جيت تفرمل في مره مثلا. في اوقات تيجي تفرمل بالعربيه تسمع صوت صرير كده للكاوتش اي وهو عمال بيحاول يفرمل، وفي اوقات بنفس الكاوتش بتاعك ده على اسفلت تاني تيجي تفرمل تحس ان هو عمال بيكح كده وبيزحف على الارض. واحيانا ممكن الارض يكون عليها تراب وما انتش شايفه بعينيك، ده برضو بيقلل تماسك الكاوتش في الارض. عندك حاجه كمان خاصه بسطح الطريق، درجه الحراره بتاعته، كل ما درجه حرارته تعلى كل ما يساعد الكاوتش ان هو يوصل لدرجه حراره اعلى بسرعه. في اختلاف في انواع الكاوتش ومش عايز اخش في التفاصيل بتاعته، لكن عاده الكاوتش بيأدي كويس وهو سخن عند درجه حراره معينه. لو عدى درجه الحراره دي، مثلا الناس اللي بتعمل بيرن اوت لفتره طويله، الكاوتش ده بيتحول لحاجه سايحه كده ما بتمسكش اصلا في الارض. ولو بارد قوي الكاوتش ده بيبقى ناشف عامل زي الزلط برضو ما بيمسكش كويس في الارض. فهو له درجه حراره تشغيل مناسبه على حسب النوع اللي انت جايبه. لو انت جايب حاجه اول سيزون بتشتغل في الصيف وبتشتغل في الشتاء، التماسك بتاعها هيبقى نص نص هنا ونص نص هنا. لو جايب حاجه وينتر تاير، التماسك بتاعها هيبقى ممتاز في الشتاء بس مفيش خالص في الصيف. حاجه ادائها كويس جدا في الصيف، لو جه الشتاء والمطره والتلج مش هيعرف يمسك فيها خالص. لو جايب بقى سليك تايرز ما فيهاش جروفز اصلا، معموله علشان تمسك في الارض بس او علشان التراكس، دي قصه رابعه لوحدها. فنوعيه سطح الطريق تاثيرها موجود على التسارع من السرعات القليله بالذات، واحيانا لو العربيه قويه على التسارع من السرعات العاليه. تاني حاجه الميل بتاع الطريق، اظن دي مش محتاجه نتكلم فيها، لكن اللي انا عاوز اقوله لك كالاتي. دراجي اللي انت بتشوف فيديو تسارع له اللي هو بيجيب لك عداد زي اللي شفناه في اول الحلقه كده، انت ما شفتش الطريق ده كان منزل ولا مطلع ولا مستقيم. دراجي كده كده هيصور لك الفيديو وهيديهولك، لكن لو عايز تعتمد النتيجه لازم تشوف تايم سليب زي اللي انا موريها لك في الصوره دي وتلاقي مكتوب عليها كلمه فاليد. دراجي بيحسب الميل بتاع الطريق من اول لاخر نقطه، ولو الميل ده مطلع اكتر من 1% او منزل اقل من 1% ما بيعتمدش النتيجه خالص ويقول لك انفاليد. وبرده من الحاجات اللي تاخد بالك منها ان هو بيحسب ما بين اول واخر نقطه، يعني لو طريق فيه منزل ورجع طلع تاني لكن اول نقطه نفس ارتفاعها زي اخر نقطه، هيقول لك ان ده السلوب بتاعه زيرو. ثالث حاجه درجه حراره الجو والدنسيتي التيتيود. هتقول لي ايه هو الدنسيتي التيتيود؟ ده رقم
بيتحسب بيعبر عن كثافة الجو في المنطقة اللي انت فيها بالمقارنة بمنطقة ريفرنس تانية، زي عند مستوى سطح البحر بكثافة هواء معينة بدرجة حرارة معينة، فانت بتعادل الرقم ده، بتشوف انت عندك كام بالمقارنة بده. الرقم ده بيتغير مع ارتفاع درجة الحرارة، بيتغير مع ارتفاع عن مستوى سطح البحر، بيتغير مع تغير الرطوبة. علشان اختصر عليك، كل ما الدي اي دي الرقم ده يرتفع بيزيد، كل ما اداء موتورك بيقل. كثافة الهواء ونسبة الاكسجين اللي فيه اقل، موتورك هيطلع باور اقل. كل ما الرقم ده ينزل لغاية الصفر كده دي احسن حاجة. ممكن ينزل تحت الصفر، ممكن تبقى في مناطق تحت مستوى سطح البحر كثافة الهواء فيها تبقى احسن كمان من لو انت عند مستوى سطح البحر. انا ما بقولش انت واقف جنب البحر بالمناسبة والدنيا فيها رطوبة، انا بتكلم على الارتفاع. وطبعا كل ما الجو الرطوبه فيه تقل، نسبه الاكسجين فيه تزيد، فاداء موتورك يزيد برضه. يعني لو انت اخدت عربيتك مثلا ورحت على داينو على مستوى سطح البحر وطلعت 200 حصان، لو انت بقى قمت واخد الداينو ده على ظهرك وطالع جبل ارتفاعه كيلو وجيت تقيس الباور بتاعت عربيتك، مش هتشوف ال 200 حصان. ليه؟ علشان الدي اي فوق هيبقى رقم اعلى من عند مستوى سطح البحر، والباور بتاعت عربيتك هتقل. الرقم ده بيستعمل في الطيران، وعندهم قاعدة بتقول ايه؟ ان لكل 1000 قدم ارتفاع الباور بتاعت الموتور بتاعك لو تنفس طبيعي بتنزل 3.5%. طبعا في طيارات شراعية بتطير بمواتير تنفس طبيعي، فانت لو طلعت الارتفاع 7000 قدم اللي هو حوالي 2 كيلو وشوية، ده معناها ان الباور بتاعه الموتور بتاعك هتنزل 25%. وهم طبعا بيعملوا حسابهم على الكلام ده. اللي يخصنا ان التسارع بيتاثر بالدي اي بتاعتك، واللي معاه دراجي وبيستعمله شاف الكلام ده اكتر من مره، وعارف الاماكن والاوقات اللي الدي اي بتبقى فيها كويسه، ويعرف يطلع ارقام تسارع كويسه. والدنسيتي التيتيود ده من الحاجات اللي الدراج ريسرز ما بيستغنوش عنها، دي ايديهم ورجليهم، لان الناس دي شغاله على مش هقول لك 0.1 سكند، الا اقل من كده كمان في الربع ميل، بيبذل فيها ايام واسابيع وشهور علشان ينزل 0.1 سكند من التايم بتاع الربع ميل بتاعه. اما بخصوص اشاعه العربيات التربو اللي مش بتتاثر بحراره الجو دي، انا مش هتكلم عليها. الموضوع مثبت على الاف العربيات والدينوهات وخلصان من زمان قوي، وانا مش محتاج اثبت لك ان الشمس بتشرق من الشرق وبتغرب في الغرب. احنا عربياتنا التسارع بتاعها من 100 ل 200 بينزل حوالي ثانيه ونص ما بين الشتاء وما بين الصيف، وبالرغم ان احنا بنستعمل وسائل تبريد زي الووتر ميثانول. ولو مش مصدقني هارد لك، يبقى الجو والدنسيتي التيتيود بيأثروا على اداء العربيه، سواء في التسارع من الثبات او في التسارع على سرعات عاليه. اخر حاجه في العوامل الخارجيه هي اتجاه الهواء، ودي حاجه لا يمكن تظهر على دراجي او يتعمل حسابها. علشان كده لما يجوا يسجلوا محاوله تحطيم رقم قياسي او حاجه، بيتسارعوا في الاتجاهين وياخدوا متوسط الرقم بتاع الاتجاهين. تاثير اتجاه الهواء طبعا بيكون اقوى بكتير على التسارع من السرعات العاليه، مثلا زي ال 100 ل 200، وممكن ينزلها لك ثانيه او ثواني على حسب قوه العربيه بتاعتك. نيجي بقى للقسم الثاني، وهي الحاجات اللي موجوده في العربيه نفسها، وهنبدا من تحت لفوق. اول حاجه لمسه الارض هي كاوتش. انا بالنسبه لي ده اهم حاجه موجوده في العربيه، هو همزه الوصل ما بين عربيتك وما بين الطريق. لو عربيتك فيها احدث واحسن انظمه ثبات وامان في الدنيا، لكن حاله الكاوتش بتاعك مش كويسه، مش هينفعك الكلام ده باي حاجه. علشان كده الكاوتش من اهم الحاجات اللي انا بستثمر فيها دايما في اي عربيه. ممكن تقعد 10 سنين مش محتاج ولا الكاوتش الغالي ولا الفرامل اللي انت حاططهم دول، لكن هتيجي مره واحده في حياتك هتكون هي المره اللي هتحتاج لها فيهم، وساعتها ربنا يحفظ الجميع هيبقوا يستاهلوا كل جنيه اتدفع فيهم. نرجع تاني للتسارع. لو حالة الكاوتش بتاعك نص نص، الباور بتاعتك مش هتعرف تنزلها على الارض كويس. فانا زي ما قلت لك في اول الحلقه، انت عندك كومباوندز مختلفه او خامات مختلفه للكاوتش بتاعك. في منها الحاجات اللي ستيكي قوي بس دي ما بتقعدش لفتره طويله، في الحاجات اللي بتبقى انشف شويه وعمرها اطول بس الثبات بتاعها او التماسك بتاعها في الارض مش هيبقى احسن حاجه. فهو انت بتلعب على الوينجين، انت والشركات اللي بتصنع الكاوتش، ان هو يعمل لك حاجه او ان انت تلاقي حاجه عمرها طويل والتماسك بتاعها في الارض كويس وتنفعك في الصيف وتنفعك في الشتاء. تاني اهم حاجه في قصه الكاوتش دي العرض بتاعه، لان اللي هيحدد المساحه المستطيل اللي لامس الارض في الاربع تركان بتوع عربيتك هو عرض الكاوتش بتاعك، وده بيعبر عنه باول رقم موجود في مقاس الكاوتش بتاعك. لو انت الكاوتش بتاعك 235 ده معناها ان العرض بتاعه 23 سم ونص. لو انت الكاوتش بتاعك مثلا 315 ده معناها ان عرضه 31 ونص. فرق كبير جدا ما بين 315 و235. وللاسف ما بيبقاش سهل قوي ان انت تعرض الكاوتش بتاع عربيتك من غير ما تاثر على حاجات تانية زي الجيومتري بتاع العربيه، وان انت تبقى طارد الجنط لبره وان شكلها يبقى مش مظبوط. فلو انت الجنط بتاعك بيشيل مقاس كاوتش اعرض المره الجايه وانت بتغير، يبقى فكر تعرضه. انك تطلع من 205 ل 215 او من 215 ل 225، انت مع كل واحده انت بتزود سنتي في العرض. في 4 فرد كاوتش انت بتزود 4 سنتي في المساحه اللي لامسه الارض. دي هتفرق معاك في التماسك في الارض بالذات ساعه الفرمله. انا عارف ان احنا بنتكلم على التسارع بس الشيء بالشيء يذكر. ومن الاخطاء الشائعه ان الناس بتفتكر ان انا علشان ازود تماسك العربيه في الارض محتاج اكبر الجنط. حضرتك انت وانت بتكبر الجنط كده وبتقلل الكاوتش، انت عمال بتغير في البروفايل بتاع الكاوتش. لو هنيجي نخش في ملف او اوتو كروس هقول لك هيفرق ان السايد وول القليل او السايد وول العريض ده هيفرق في الملفات،
لكن لو احنا بنتكلم على عرض الكاوتشه اللي لامس الارض 225، حطيته بقى في جنط 16 17 18 19 20، هم 22 سم ونص اللي لامسين الارض، حجمهم مش هيتغير، وهو ده اللي يفرق معاك في التماسك وانت بتتحرك في خط مستقيم. طبعا انا عارف ان في مستويات تانية خالص ودراج راديالز وبيد لوكس وقصص تانية في الدراج ريسنج، لكن انا بتكلم على العربيات بتاعتنا بتاعه الشارع العادي. وتاثير الكاوتش طبعا درامي في التسارع بالذات من الثبات، لان هو ده بيبقى اكبر لود واكبر باور محطوطه على كاوتش العربيه وعلى السرعات العاليه لو العربيه بتاعتك قويه كفايه. نيجي بقى لتاني نقطه وهو موضوع دفع العربيه، دفع امامي خلفي ولا اول ويل درايف، وده من اكتر الحاجات اللي هتفرق في تسارع العربيه بالذات لو من الثبات. كل ما قوه العربيه بتزيد والتورك اللي بتطلعه بيزيد، بسهوله جدا تقدر تخلي الكاوتش ده يفرك حوالين نفسه. فلو انت بتطلع الباور كلها على فردتين كاوتش بس، غير لو انت بتطلعه على الاربعه، عندك ضعف التراكشن اللي موجود في فردتين بس. وفي حاجه هنا مهمه اسمها الويت ترانسفير. هضرب لك مثال بالمقلوب الاول. انت لما تفرمل بعربيتك مره واحده، ايه اللي بيحصل؟ كل الحاجات اللي ورا بتترمي لقدام، وهتلاقي بوز العربية بينزل لتحت وظهرها بيرفع لفوق. ايه اللي حصل؟ توزيعة الوزن بتاع العربية اتنقل من ورا لقدام مع الفرملة دي. We will do maximum effort braking again from 45 miles per hour. With the stock suspension, the front end dives dramatically while the rear rises, concentrating excessive weight on the front tires and brakes. With ProKit Performance springs, the diving effect is significantly less. And now, Sport System Plus. At maximum braking, the body stays almost horizontal, thanks to precisely engineered dampers and springs. And the less the front goes down, the more weight remains on the rear tires, resulting in a significantly shorter braking distance. نفس الكلام بالظبط بيحصل ساعة التسارع، الوزن بيتنقل من قدام لورا. فانت العربية بتاعتك لو امامي، الكاوتش اللي قدام ما بقاش عليه وزن كفاية يزقه في الارض علشان يمسك فيها. لو عربيتك خلفي، انتقال الوزن من قدام لورا ده هيساعد ان هو يزق لك ظهر العربية في الارض، فيساعد الكاوتش اللي ورا ان هو يمسك وتتسارع بشكل احسن. وطبعا احسن حاجة لو العربية رباعي، عندك ضعف التراكشن اللي موجود سواء في امامي لوحده او خلفي لوحده، زائد ان مع انتقال الوزن اللي بيحصل ده، الكاوتش اللي ورا بياخد الباور اللي يقدر يشيلها، واللي قدام بياخد الباور اللي يقدر يشيلها، والعربية تعرف تخرج من الثبات تقريبا من غير ما الكاوتش يفرك خالص، حتى في مستويات الباور العالية جدا زي العربيات البورش المتونة ال1000 حصان وال1500 حصان. 60, 100, 200, quarter mile. تعال افرجك لشويه فيديوهات كده انطلاق عربيات من الثبات امامي وخلفي واول ويل درايف على سطح مليان تلج. ليه جايبهولك مليان تلج؟ علشان تشوف التاثير الدرامي، ان انت عندك باور بكتير قوي تقدر تخلي الكاوتش يلف حوالين نفسه، وسطح الارض نفسه والكاوتش مش مساعدينك ان انت تنزل الباور دي على الارض وتتحرك لقدام. فتعال نتفرج كده ونشوف. زي ما انت شفت، اظن ان انت استنتجت من الفيديوهات دي ان الجر الامامي ده مسخره في الطلعه من الثبات. على الاقل الخلفي بيحصل الويت ترانسفير اللي قلت لك عليه ده، فبيزق الكاوتش في الارض. الامامي برغم ان احنا عندنا وزن الموتور قاعد فوقيه، لكن مع الويت ترانسفير مع الطلعه الوزن بيخف من فوق الكاوتش اللي قدام ده، وتلاقيه عمال بيفرك بسهوله جدا مع شويه عزم صغيرين. فهو بصراحه الواحد لو عنده اختيار يختار امامي ولا خلفي ولا رباعي، مفيش اي حاجه تخلي الواحد يختار الامامي ده خالص. يمكن ميزته الوحيده عن الخلفي ان انت لو عندك باور بزياده قوي مش هتخلي ظهر العربيه يلعب ويخرج من مكانه. انا كان معايا زمان E39 M5 وكان ظهرها بيطلع بمنتهى السهوله، لدرجه ان حتى في مره لفت حوالين نفسها مني. فعلى قد ما انا مفتقد الدفع الخلفي، لما نقلت للامامي ممكن عادي خالص ابقى داخل في ملف ودايس بنزين مش قلقان، لكن ايام الام 5 لو داخل ملف ومحتاج ابقى دايس فيه لازم عليا كانت تبقى في وسط راسي. يبقى
دلوقتي لو عندنا عربية دفع أمامي بس مطلعة باور عالي وجيت تقارنها بعربية تانية الباور بتاعتها أقل، في الغالب في التسارع من الثبات ممكن تلاقي العربية اللي الباور بتاعتها أقل أسرع منها. واتفرج على الفيديو ده لأوفيشالي جاست، فيه هوندات 700 حصان وفيهم واحدة 400 حصان بيتسابقوا في مطرة. صحيح الكونديشنز مش فير للكل، لكن بص بقى الباور الأقل بتبقى عاملة ازاي بالمقارنة بالباور الأعلى. Give it some good pedaling action. See if we can get some traction at some point. Maybe 120 onwards. So I think roll race, I think as long as I set off and grip and don't mash the throttle, I think it should be alright. And in a first race shocker, George takes the win and claims a true underdog victory, beating Laurie in the silver EP3 by a couple of car lengths. TJ has issues finding fourth and comes last. واتفرج على الفيديو ده لعربيتين بي ام دبليو 330 ما شاء الله ربنا يبارك فيها، الطلعه بتاعتها من الثبات هايله، والعربيه الثانيه امامي اقوى منها في السرعات العاليه، لكن اتفرج شكلها عامل ازاي جنبها في الثبات، حاجه تضحك بصراحه. هل ده معناه ان مفيش حل للطلعه من الثبات في العربيات الامامي؟ لا، انظمه التراكشن كنترول الجديده في العربيات كل ما بتجدد بيعرفوا ان هم يتحكموا في الباور احسن واحسن، فبيساعد شويه الطلعه، لكن مهما كان مش هتقارن بطلعه الاول ويل درايف. بص على الفيديو ده من كار واو، عربيتين، واحده اكس 5 ديزل رباعي 380 حصان والثانيه ماستنج 450 حصان بس خلفي بس. Here it is, BMW X5 M50D. So Sam, can you just quickly give me the stats of your car? That's a 2017 X5 M50D. I believe it's like 380 something horsepower and then I think 800 and something Newton meters of Newton's torque. So yeah, that's all I know. I think it's quite quick. 3, 2, 1. Come on, Diesel! Oh my God. Come on! Oh, it's coming now. Oh no. لو احنا قمنا جايين شادين خط عند اللقطه دي وبصينا على العربيتين، الاكس 5 جنب الماستنج بالظبط، هل هم كده نفس التسارع؟ لا، الاكس 5 وصلت الاول والماستنج وصلت متاخره. طيب هل سرعه العربيه دي في اللقطه دي الاكس 5 نفس سرعه العربيه الماستنج؟ لا، الماستنج عندها سرعه اعلى بكتير. ليه؟ لانها اقوى من الاكس 5، وعلى ما خلصت الفرق والتراكشن والمشاكل بتاعته وطلعت جمعت سرعه في الفتره دي اكتر من الاكس 5 وقفلت المسافه ومكمله كمان بعد كده. الاول ويل درايف طبعا حل المشاكل الاثنين دول، ويا سلام لو عربيه زي العربيات الجديده تقدر تفصل العجل الامامي وتبقى خلفي بس، فانت عندك الخلفي وعندك الرباعي ساعه لما تبقى محتاج الثبات 100 100. عيوب الرباعي ايه؟ نمره 1 بيخلي وزن العربيه اتقل وفيه مكونات اكتر ومحتاج صيانه اكتر، ونمره 2 بيعمل هدر الهورس باور بيبان قوي على السرعات العاليه. وتعالى افرجك على الفيديو ده برضو لكار واو، شويه عربيات جولف، واحده ار 300 حصان رباعي، والثانيه جي تي اي كلاب سبورت 300 حصان برضو بس امامي، والثالثه جي تي اي جديده حوالي 250 او 260 حصان. اتفرج في الفيديو لما يجوا ينطلقوا من الثبات ويطلعوا ربع ميل شكل السباق عامل ازاي، واتفرج بقى على السباق الثاني لما بعدوا عن الطلعه والميزه بتاعه الرباعي، هيبان هدر الباور اللي حاصل في العربيه الرباعي بالمقارنه بالامامي بس.
The Mark 8 Volkswagen Golf GTI Club Sport has a 2-litre turbocharged 4-cylinder petrol engine with 300 horsepower and 400 Nm of torque. The Mark 7 Golf R has a 2-litre turbocharged 4-cylinder petrol engine with 300 horsepower and 380 Nm of torque. It drives all 4 wheels via a 7-speed dual-clutch automatic gearbox. The Mark 8.5 Golf GTI has a 2-litre turbocharged petrol engine with 265 horsepower and 370 Nm of torque. It drives the front wheels only via a 7-speed dual-clutch automatic gearbox. Oh, that's 4-wheel drive for you. Look at Rory go. Oh, 4-wheel drive, boys. Me and someone neck and neck. It's quite interesting the difference between the Club Sport and that. I've got my back window open because I'm a moron because I opened it earlier. Wow. I don't think I jumped, but I'm smashing them. $80 kilometers an hour, third gear rolling on. Let's do it, guys. 3, 2, 1, go. That's better. This will auto change. Club Sport shouldn't auto change. Oh. Now I'm dropping in. He's away. It's really at the top end, like lower down torque, very similar. You're not really feeling your 4-wheel drive so much now, are you, Rory? You just got added weight. Yeah, same power, and then my extra driven wheels they mean more weight. Yeah. ثالث عامل مؤثر معانا هو الفتيس ونوع الفتيس. ده الداينو تشارت بتاع الموتور 2000 سي سي بتاع السوبارو البي ار زي اللي اتكلمنا عليها في حلقة الهورس باور والداينو تشارتس. زي ما انت شايف كده الهورس باور طالع بشكل تصاعدي من اول ال 1000 ار بي ام لغاية ال 7000 ار بي ام. انا دلوقتي لو عايز اطلع احسن هورس باور من الموتور ده، فين هو؟ عند ال 7000 ار بي ام، ده اعلى هورس باور موجود. طيب هل اعرف اعيش عند ال 7000 ار بي ام على طول وافضل بطلع 190 حصان دول طول ما العربيه بتتسارع؟ في نوع واحد من انواع الفتايس وهو السي في تي اللي كلنا مش بنحبه هو اللي بيعمل كده. انت هتضطر طبعا تبدا من اول ال 1000 ار بي ام وتفضل ماشي مع المنحنى ده لغايه لما توصل عند ال 7000 ار بي ام وتفضل واقف في النقطه دي. ساعتها انت تقدر تفضل محافظ على الماكسيمم هورس باور بتاعك طول الوقت، والفتيس هو اللي عمال شغال من جوه بيغير النسب علشان تفضل واقف عند النقطه دي. اكيد كلكم تفتكروا اللانسر البومه ال 1600 سي سي، دي من اشهر العربيات اللي نزلت بسي في تي، والتسارع بتاعها كان بيبقى شكله كده، بتلاقي الار بي ام يفضل يطلع. هوري لك فيديو كمان شويه يوصل لعند ال 6000 او ال 7000 ار بي ام ويفضل واقف هناك. بس على قد ما الفتيس ده كان مفيد في التسارع الا ان له عيوب كتير قوي، وعلشان كده ما انتشرش زي بقيه الفتايس التانيه. طيب لو جينا في فتيس عادي وعايز اختار احسن مكان انقل عنده، انقل عند انهي نقطه؟ انا على الاولاني كده مضطر افضل ماشي مع الكيرف بتاعي لغايه لما اوصل عند اعلى نقطه فيها هورس باور. خلصت الاولاني وهجيب التاني هينزل لفين؟ هينزل ل 5000 ار بي ام وهطلع تاني ل 7000 ار بي ام، وهفضل التالت وهكذا، الرابع، الخامس، وهفضل في المنطقه دي. طبعا مش بالضروره ان عربيتك بتوصل ل 7000 ار بي ام او ان انت لما تنقل عند الريد لاين بتاعك هتنزل عند 5000 ار بي ام. نسب الفتايس بتختلف من عربيه لعربيه، هنشوف الكلام ده كمان شويه. لكن لو شكل منحنى الهورس باور بتاعك تصاعدي بالمنظر ده، احسن نقطه تنقل عندها هي اعلى نقطه. ليه؟ علشان توصل لاقصى هورس باور، وكده غصب عنك هتنزل بقى لغايه 5000 ار بي ام، تنزل لغايه 5500 زي ما تيجي، بس هي دي احسن وسيله علشان تطلع تسارع من عربيتك. اي نقطه اقل من 7000 ار بي ام هتنقل عندها، نقلت عند هنا مثلا، فانت هتنقل عند هورس باور اقل وهتنزل لهورس باور اقل، فهتفضل انت عمال بتتحرك في المنطقه دي رايح جاي ما بين رقمين هورس باور اقل من الماكسيمم اللي تعرف تحققه. هتقابلك المشكله فين؟ لما تقابل المواتير التربو اللي شكل الهورس باور بتاعها مش تصاعدي بالمنظر ده. زي ما انت شايف كده البيك هورس باور بتاعك مش عند الريد لاين، موجود قبلها بشويه. فانا اعمل ايه؟ هل اطلع بالنقله بتاعتي لغايه النقطه دي وبعدين ارجع انزل هنا وافضل عمال شغال رايح جاي ما بين النقطه دي، ولا اتجاوز النقطه دي وانقل عند ال 7000 ار بي ام وافضل شغال برضو في المنطقة دي أحسن لي؟ ولا أعمل كده مثلا في الأولاني والتاني بس، لكن التالت والرابع والخامس أوصل للريد لاين بتاعي؟ ده سؤال أنا معرفش أقولك إجابته، بيختلف من عربية لعربية. يعني أنا ركبت عربيات التسارع بتاعها لما تنقل في النقطة دي أحسن من لما تنقل عند الريد لاين، لكن في بعض النقلات، مش كل النقلات، لأن في نقلات فروق النسب ما بينها كبيرة بتنزلك لتحت قوي، وفي نقلات بتنزلك لرقم أقل منه، فدي بتختلف من عربية لعربية، لكن خلي الموضوع موجود في بالك.
هو ايه اصلا لازمه الفتيس في العربيه؟ الموتور العادي بتاعنا بيشتغل من اول 1000 ار بي ام لغايه مثلا 7000 ار بي ام. تعالى لو انت وصلت الموتور ده من غير فتيس كده مباشر على طول على الكورونا والعجل بتاع عربيتك، ده مشابه لعربيه ما فيهاش غير الرابع بس. تعرف تطلع بعربيتك وهي على الرابع مطلع؟ تعرف تشيل ناس وتحمل ناس وتتحرك؟ تعرف تتسارع بيها من على الرابع كويس؟ فهو الفتيس دوره ايه؟ عندك ار بي ام محدود من 1000 ار بي ام ل 7000 ار بي ام مسموح لك تستعمله جوه الموتور، ومحتاج ان انا احرك لك العربيه بيه من الثبات واطلعها لك مطلع واحملها وتتحرك معاك، وبعد ما تطلع بيها تعرف تزود السرعه بتاعتك شويه كمان وتزودها شويه كمان لغايه لما توصل للسرعه اللي انت عايزها. وبعد ما توصل للسرعه اللي انت عايزها عايز تقلل الار بي ام بتاع الموتور علشان توفر في استهلاك البنزين، لان انت هتفضل ماشي على السرعه دي لمسافه طويله. فهو الفتيس لم لك كل القصه دي. مين اللي ما بيحتاجش فتيس؟ الموتور الكهرباء. الموتور الكهرباء بيقدر يشتغل على ار بي امات كتير جدا بحيث ان هو بيبقى دايركت درايف، مفيش فتيس في النص باستثناء عربيات نادره بيبقى فيها نقله تانية او حاجه، لكن في العادي هو بيشتغل معاك من اول 0 ار بي ام و0 كيلومتر في الساعه لغايه التوب سبيد بتاعه العربيه من غير ما ينقل ولا نقل. لو انت ركبت عجل قبل كده في سرعات هتلاقي ان انت بيبقى عندك قدام مجموعه تروس كبيره وعندك ورا مجموعه تروس صغيره. هنفترض دلوقتي ان هو ده الفتيس بتاعنا، وموتور العربيه هي رجلين حضرتك، والخارج بتاعنا هو العجله اللي ورا. لو الترس اللي قدام قد الترس اللي ورا بالظبط، حضرتك كل ما هتلف لفه العجله اللي ورا هتلف لفه كامله. خليت لك الترس اللي قدام نص حجم الترس اللي ورا، حضرتك هتلف قدام لفتين علشان تلف ورا لفه واحده بس. فاحنا لما بنعمل كده في العجل بنحس بايه؟ بتلاقي البدال خفيف وسهل جدا، لكن انت عمال بتبدل كتير والعجل اللي ورا ما بيلفش بسرعه كفايه، بس في نفس الوقت بتساعدك ان انت تطلع المطالع بسهوله. تعالى اعكس بقى، خلي الترس اللي قدام كبير والترس اللي ورا نص الحجم بتاعه. انت كل لفه هتلفها هتقوم ملفف العجله اللي ورا لفتين، لكن هتحس العجله تقيله جدا. ده سببه ايه؟ السحر بتاع التروس. الترسين لو قد بعض السرعه اللي هتدخلها قدام هي السرعه اللي هتخرجها ورا، ونفس الباور بالظبط ونفس التورك. الترس اللي قدام نص الترس اللي ورا، سرعتك هتتقسم على 2، بس التورك والعزم اللي انت واخده هيتضرب في 2، علشان كده تلاقي نفسك قادر تطلع المطالع بمنتهى السهوله. اعكس بقى، هتلاقي السرعه بتاعتك اللي قدام هتتضرب ورا في 2، بس التورك بتاعك هيتقسم على 2. حلو؟ احفظ القاعده دي. فتيس العربيه بتاعك الرابع بتاعه هيبقى شبه ان عندي الترس اللي قدام قد الترس اللي ورا في العجله اللي احنا كنا بنحكي عليها دي، اللي بيسموها 1:1 ريشيو. وده معناها ان الاولاني والتاني والتالت عندك في النقلات انت بتضاعف العزم بتاعك لورا وبتقلل السرعه، فعلشان كده بتحس ان الطلعه في الاولاني جامده جدا، وفي التاني الاحساس ده بيقل، وفي التالت الاحساس ده بيقل، وفي الرابع بيقل، والخامس بيقل اكتر، والسادس بيقل. الله، طب ما هو نفس الموتور بيطلع نفس الباور بنفس التورك بنفس كل حاجه، ليه ما بحسش ان العربيه بتتسارع او بتزقني نفس الزقه بتاعت قبل كده؟ علشان قصه التروس، انت محتاج تطلع لسرعه اعلى، الموتور بتاعك بيلف لغايه 7000 ار بي ام، فهو مضرب في نسبه معينه علشان احرك السرعه دي لورا، لكن اللي بتضحي بيه النسبه اللي ضربت فيها دي وزودت بيها السرعه هتقسم عليها التورك بتاعك. في حاجه اضافيه في الفتايس الاوتوماتيك التورك كونفرتر العاديه، ان التورك كونفرتر، ومش عايز اخش في التفاصيل هو ليه بيعمل كده، ساعه الطلعه بس في اول كام لحظه هو كمان بيضاعف لك العزم اللي خارج من الموتور بتاعك، ممكن يوصل لغايه 2.5 مرات، بس ده جزء لحظي جدا ساعه الطلعه بس. علشان كده عربيات اوتوماتيك كتير قوي اول ما تقوم دايس مره واحده تحس بسحبه جامده وبعدين تلاقيها نامت منك. هي عملت كده ليه؟ ده التورك مالتيبليكيشن اللي كان حاصل بسبب التورك كونفرتر بتاعك وبعدين راح منك. فدي ميزه زياده للعربيات اللي فيها تورك كونفرتر، انها بتساعد تدي دفعه اقوى وتطلع العربيه من الثبات احسن كمان بالمقارنه بالعربيات المانيوال مثلا او العربيات الديوال كلاتش. يبقى دلوقتي نوع الفتيس بتاعك، عدد النقلات بتاعتها، الريشوز بتاعتها، ان انت مثلا وصلت 7000 ار بي ام ونزلت، هتنزل لكام؟ هتنزل ل4 ولا هتنزل ل5 ولا هتنزل ل3 ولا هتنزل ل6؟ السرعه ما بين النقله والنقله، الديوال كلاتش سريع جدا، في فتايس اوتوماتيك عرفت توصل لسرعات قريبه جدا من الديوال كلاتش. لو انت بتنقل مانيوال بنفسك هتلاقي اداء التسارع بتاعك اقل بالمقارنه بفتيس ديوال كلاتش مثلا. يبقى كل الحاجات دي بتفرق. تعال اتفرج معايا كده على الفيديو ده.
So, let's take a look over at the fastest 100 to 200 kph times achieved during the runs using a VBOX PBT. شايف الجراف بتاع التسارع بتاعه بتاع ال 100 ل 200 شكله عامل ازاي؟ هتلاقي عندك حتتين في الجراف نايمين خالص ما فيهمش تقريبا تسارع ساعة ما هو كان بينقل. لو جيت بصيت على الوقت بتاعهم وجمعته كده يعمل له مثلا بتاع ثانية ونص، ساعتها وقت ال 100 ل 200 بتاعه ده لا يعبر عن تسارع الموتور الحقيقي. الموتور اقوى من كده لكن الفتيس بياخد وقت ما بين النقلة والنقلة. لو شال الفتيس ده وحط ديول كلاتش ال 100 ل 200 بتاعته هتنزل مثلا بتاع ثانية ونص. نيجي بقى للنقطة رقم 4 وهي اللونج كنترول. اللونج كنترول ده تأثيره على الطلعة فقط. زمان كان عندنا فتيس ودبرياج هو ده اللي بنظبط بيه الطلعة. العربيات الاوتوماتيك كان اخرها ان احنا نحمل شوية فرامل علشان نطلع طلعة كويسة. بعد كده دخلت التربوهات القديمة اللي فيها لاج كبير، وبقى مهم جدا ان انت تعمل بريك بوست محترم، تفرمل العربية وتدوس بنزين كتير قوي علشان الار بي ام يعلى وتعرف تخش في حتة فيها بوست، فلما تسيب الفرامل يبقى فيه بوست والعربية تنطلق بسرعة. وبعد كده دخلنا اللونج كنترول وانظمة التراكشن كنترول نفسها ابتدت تبقى اذكى. يعني زمان ايام الام 5 مثلا اللي حكيت لكم عليها دي التراكشن كنترول بتاعها كان في منتهى الغباء، كان يا اما اون يا اما اوف. لو حس ان العجل بيلف حوالين نفسه بيقوم شايل منك الموتور خالص، زيرو باور، لدرجه انها كذا مره وانا بعدي في تقاطع او حاجه زي كده مثلا ومحتاج اسرع بسرعه فجأة تلاقي العربية تقوم واقفة في النص عشان قامت قطع منك الباور، وبعدين لما تطمن ان كل حاجة تمام وان العجل بطل يلف حوالين نفسه تقوم مديالك كل الباور مرة واحدة، فلو انت لسه رجلك دايسة زي ما هي هتقوم تقطع عنك الباور مرة تانية وتفضل كده. أنظمة التراكشن كنترولز الجديدة اتطورت كتير مع الزمن، يعني الجيل اللي انا بتكلم فيه برضو جيل الجيتا المارك 5 والجولف 6 والحاجات دي طبعا اذكى بكتير من الاي 39. ما بتقومش سحبة منك الباور كلها مرة واحدة، بتسيب لك شوية باور تقفل البوابة تلعب في البوست، لكن بتسيب لك الباور ما بتشدهاش منك كلها وبعدين ترجعها لك تاني. وبالرغم من كده الاجيال اللي بعدنا احسن واحسن بكتير، بتعرف تتحكم في العجل وتسمح لك بطلعات احسن بكتير احنا ما نحلمش نطلع بيها اصلا. وفي الاخر الطلعه من الثبات دي ملهاش اي لازمه في الحياه. قول لي اخر مره كده انت عملت لونج كنترول كان امتى وعملته ليه؟ وزي ما وعدتك في المقدمه تعالى اوريك التسارع بتاع شويه عربيات انت مش هتصدق عامل ازاي من 0 ل 60 ميل في الساعه ومن 5 ميل في الساعة ل 60 ميل في الساعة. لأول وهلة تتوقع إن من 5 ل 60 ده هيكون أسرع من 0 ل 60، ده هيكون جزء من ده. معانا عربية M4 Competition، إيه رأيك في الأرقام؟ وبورش 911 تيربو، بص كده على الأرقام، شايف الفرق عامل إزاي؟ وتعال نبص على عربية كهرباء تسلا موديل 3 دفع خلفي بس، هتلاقي الرقمين قريبين من بعض علشان ما عندهاش مشاكل البوست واللاج والغش اللي بيستعملوا أنظمة اللونج كنترولز بتاعة العربيات الجديدة، وده أظنه سبب كافي جدا لعدم اختزال أداء العربية في رقم تسارع يتيم من 0 ل 100. رقم 5 معانا هو موضوع الوزن. الوزن بيأثر على التسارع سواء على السرعات القليلة أو على السرعات العالية، ولما تشوف تأثير الوزن على التسارع بشكل عملي هتنبهر تماما. في قاعدة هقولك عليها بس تاخدها زي ما بيقولوا كده إيه مع رشة ملح، هي تقريبية لكن مقبولة جدا ومتجربة. القاعدة بتاعتهم بتقول إيه؟ بتقول إن قصاد كل 45 كيلو وزن هتشيلهم من العربية أنت كأنك زودت الهورس باور بتاعك 10 حصان، وبناء عليه الوقت بتاعك في الربع ميل هيتحسن 0.1 سكند. 0.1 سكند ده زي ما هنشوف في الحلقة الجاية رقم كبير قوي. يعني لو التانك بتاعك مليان او فاضي الفرق ما بينهم 10 حصان، لو شلت شويه الكراكيب اللي في الشنطه ورا اديك كسبت كمان 10 حصان، ولو ركبت واحد ضخم شويه جنبك خسرت ال 20 حصان اللي انت وفرتهم بالبنزين وبشويه الكراكيب اللي انت رميتهم بره. يعني لو جبنا عربيتين على دراج ستريب وعملنا تسارع ما بينهم، عربيه مثلا باسات كومفورت وعربيه الثانيه جولف، الباسات هيبقى عندها عجز حوالي 40 حصان بالمقارنه بالعربيه الثانيه. وعلشان كده لما قلت لك في الفيديو اللي قبل اللي فات ان في عربيتين التسارع بتاعهم كان قريب جدا من بعض برغم ان في فرق بينهم حوالي 40 او 50 ويل هورس باور، الموضوع كان ايه؟ الموضوع كان فرق وزن، واحده فيهم اخف بكتير من الثانيه وكانت كمان مخففه الحاجات اللي في العربيه وشايلها منها. ولو عربيتين قريبين جدا من بعض في الباور اي وزن هنا او هنا هيشقلب النتيجه تماما. يعني لو العربيتين كل واحده فيها سواق وركبنا واحد هنا هتلاقي العربيه دي هتسبق، لو شلت الشخص اللي هنا حطيته هنا هتلاقي العربيه دي هتسبق وهتلاقي فرق كبير مش قليل. وعايزك تاخد بالك ان الفرق ما بينهم مش مجرد 80 كيلو، انت لما تشيل 80 كيلو من هنا انت خفيت دي 80 كيلو وقمت حاطط ال 80 كيلو هنا انت تقلت دي 80 كيلو، فانت خليت الفرق ما بينهم 160 كيلو. وصلت الفكره؟ نمره 6 الايروداينامكس او الانسيابيه بتاعه العربيه ومقاومتها للهواء. دي حاجه احنا ملناش تحكم كبير قوي فيها لكن مؤثره جدا بالذات للناس بتوع الدراج اللي العربيات بتاعتهم بتوصل في الربع ميل لفوق ال 320 كيلومتر في الساعه. الحاجات اللي بهرتني وعايز افرجها لك ان ممكن حاجه صغيره زي الليب سبويلر اللي احنا بنركبه ورا ده بالذات اللي بيبقى واقف شويه ممكن ياثر لك على الدراج بتاع العربيه ومقاومتها للهواء وبالتالي التسارع بتاعها واستهلاك البنزين على السرعات. اتفرج معايا العربيه دي هيدخلوها في نفق هواء ويشوفوا مقاومتها للهواء، وبعد كده هيجوا في الاخر ويحطوا زي جناح واقف في ظهر العربيه وبعدين يشوفوا مقاومه الهواء شكلها عامل ازاي. اولا استهلكت هورس باور قد ايه من العربيه؟ حوالي 60 حصان. حطت داون فورس عامله ازاي على ظهر العربيه وبالتالي خلت فيه ليفت عند مقدمه العربيه شكله عامل ازاي. التغيير كان مفاجاه بصراحه بالنسبه لي. You're looking at
525 horsepower at 200 mile an hour. The drag fell. Less. Holy smokes. All right, what's the downforce numbers real quick? Downforce, you were at 342 total. Now you're at 84 total. Oh, really? You got 263 down in the front, 180 up in the rear. Wow. See, that would change at 200 mile an hour, though, because you push the front down. That's true, yeah. If the body is actually going to change its orientation, then that will, Yeah, but I want to see what it, just as an extreme, I'd like to see what it does if there's a wall all the way across. Yeah. That's what he wanted. Tape it up, bud. There you go, bud. It's a spoiler, you can't call it a wing. Yeah, it's a spoiler. Nah, it's a NASCAR. That costs you 60 horsepower. Okay. Oh, but the downforce. But significant. Yeah, you got 487 pounds of downforce. That's actually 27 up in the front, but 514 down in the rear. Oh, wow. So now it's pushing so hard on the rear. So picking up the front. يبقى انت زي ما شفت كده، علشان اقارن اداء عربيتين ببعض عن طريق التسارع من 0 ل 100، بالذات لو العربيتين دول امامي، مع اللونش كنترول اللي بيغش، مع اجواء مختلفه ودرجات حراره مختلفه، انواع كاوتش مختلفه في اماكن وطرق مختلفه، ده مش مؤشر كافي لاداء العربيتين. علشان كده مش عايزك تختصر رقم عربيتك في رقم تسارع من 0 ل 100 وهو ده اللي انت بتقارن بيه الاخرين. لو انت عربيتك متونه ومتعدله وطالع على الداينو ومطلعه هورس باور فرق محترم، ولقيت التسارع بتاعها من 0 ل 100 ما تحسنش، ده مش معناها انها مش مطلعه الباور دي، ده معناها انها مش عارفه تنزله على الارض كما ينبغي. يعني احنا في حاله العربيات الجولف ال6 الكي او 4 مثلا عندنا تسارع ال0 ل 100 بتاعها هيبقى في حدود ال6 ثواني، في حين ان نفس السيت اب ده بنفس الباور دي في نفس العربيات دي بس رباعي بتنزل في الاربعات. فرق اكتر من ثانيه في التسارع من 0 ل 100 ما بين الامامي وما بين الرباعي، وده فرق مهول كبير جدا. اتفرج معايا على الاكس 5 الجي او 5، التسارع بتاعها من 0 ل 100 وهي ستوك حوالي 4.1 سكندز. تفتكر هينزل كام لو زودناها 100 حصان و130 نيوتن متر؟ هينزل ثانيه؟ هينزل ثانيتين؟ يا دوبك هي نص ثانيه. النص ثانيه في التسارع من 0 ل 100 فرق كبير قوي ما بين عربيتين. وعلشان كده بقت اغلب الناس بتبعد عن الحته اللي فيها بقى فرق ما بين امامي وخلفي رباعي، فيها طلعه مش كونسيستنت، فيها نوع كاوتش فيها اسفلت بيمسك اسفلت مش بيمسك، وبقت تروح لمنطقه تانية ما فيهاش الكلام ده، وهو الرقم المتداول من 100 كيلومتر في الساعه ل 200 كيلومتر في الساعه. رقمين سهلين وظراف، والاغلب العربيات بعيد عن مشاكل التراكشن والويل سبين نوعا ما، او على الاقل احسن من الطلعه من الثبات. وساعتها الارقام دي نوعا ما هتبقى كونسيستنت وتعرف تعتمد عليها، وتقدر فعلا تشوف كل حاجه انت بتعملها في العربيه بتوصلك لفين. لينا حلقه مخصوص باذن الله مع دراجي. في الحلقه الجايه ناويين نتكلم على التسارع بقى، ارقام واوقات، ونشوف الفروق شكلها عامل ازاي. لما نتكلم ربع ميل في 9 ثواني وربع ميل في 9 ثواني ونص، الفرق بينهم عربيه ولا عربيتين ولا قد ايه؟ That's a fast car. That's a really fast car.